مملكة الباز في السودان، أسرار حضارة منسية. هل سمعت يوما عن مملكة سودانية غامضة ازدهرت على ضفاف النيل ونسجت حولها الأساطير والحقائق؟ اكتشف أسرار مملكة الباز التي لا يعرفها الكثيرون، وتعرف على تاريخها الذي غير مجرى الأحداث في وادي النيل. السودان بعد سقوط مروي، وامتدت تقريبا من القرن السادس الميلادي حتى القرن الرابع عشر الميلادي. نشأت في منطقة النيل الأوسط بين مملكتي المقرة وعلوة، وكانت عاصمتها في منطقة يعتقد أنها قريبة من جبل الباز الحالي شمال السودان. أهم المحطات التاريخية لمملكة الباز: النشأة: ظهرت المملكة في القرن السادس الميلادي تقريبا مع انتشار المسيحية في وادي النيل، وتزامنت مع مملكتي المقرة وعلوة. الازدهار: شهدت المملكة ازدهارا ثقافيا ودينيا، حيث كانت مركزا لنشر المسيحية في المنطقة، وارتبطت بعلاقات تجارية وسياسية مع مصر البيزنطية وممالك النوبة الأخرى. الصراعات: دخلت المملكة في صراعات متكررة مع جيرانها، خاصة مع مملكة المقرة في الشمال وعلوة في الجنوب، إلى جانب تهديدات القبائل العربية بعد القرن السابع الميلادي. الانهيار: بدأت المملكة في التراجع التدريجي مع تصاعد الهجرات العربية وضغوط الممالك المجاورة، حتى اختفت معالمها في القرن الرابع عشر الميلادي تقريبا مع انتشار الإسلام وانهيار الممالك المسيحية في السودان. أهمية مملكة الباز: لعبت دورا محوريا في نقل الثقافة المسيحية إلى وسط السودان، ساهمت في بناء هوية نوبية مميزة، وخلفت آثارا معمارية ودينية ما زالت قيد البحث والاكتشاف. كانت نقطة التقاء بين حضارات وادي النيل العليا والسفلى.